ما فاضلش غير آخر شهرين في السنة، يعني سواء اشتغلت فيهم أو لأ، استغلتيهم أو لأ، هما كده كده هيعدوا زي اللي فاتوا. الأيام مش بتقف. عمرك سألتي نفسك انت هتكوني فين لو بس استغليتي ولو كام يوم من الشهرين دول في انك تغيري حاجة في حياتك، في انك تدخلي سنة جديدة وانت حتى عاملة اي انجاز حتى لو صغير في السنة اللي راحت من عمرك؟ انا مش جاية اديكي كلام ولا احفزك ولا حتى اقولك اي كلمتين زي بقية الفيديوهات. انا جايه اقولك فوقي، فوقي لنفسك. سيبك بقى من السكرول، سيبك بقى من التخطيط اللي انت بتعمليه وبتركنيه على جنب، سيبك بقى من الاجندات اللي انت ماليه بيها المكتب ولا الكشاكيل اللي بتجيبيها علشان تاخدي اي خطوه وبتكتبي وبتركنيها. طبعا انا مش بعمم، انا بتكلم على فئه معينه بيعملوا كده وحياتهم زي ما هي السنه دي واللي قبلها واللي قبلها كمان. انا كل اللي جايه اقولهولك اني فاضل اخر شهرين من السنه. حاولي يا ستي استغلي منهم حاجه علشان ما يبقاش شكل حياتك هو السنه الجايه ان شاء الله. انا بكلمك انت يا اللي زهقتي، يا اللي نفسك تطلعي من الكسل والتوهان والاحباط اللي انت عايشه فيه طول السنه كلها اللي فاتت يعتبر. اللي عايزه فعلا تاخد خطوه وعايزه تتغير وعايزه حياتها يكون فيها اي رد فعل جديد، مش مجرد فيديو تسمعيه وتشوفي اللي بعده واللي بعده. انا بكلمك انت وبقولك مش معنى ان فاضل اخر شهرين في السنه انك تستسلمي، انك لو عندك حاجه عايزه توصلي لها او تحققيها تقولي خلاص الوقت فات وعدى، مفيش الكلام ده. انك تقولي انا كان عندي لستة اهداف ما عملتش منهم اي حاجه. انا عايزه اقولك ان الشهرين اللي فاضلين دول اعتبريهم هديه من ربنا، وتعالي نبدا من اول وجديد. وانا واثقه انك لو كملتي الخطوات اللي احنا هنقولها النهارده، انا واثقه ان شاء الله انك هتبداي السنه الجايه بكل طاقه وحيويه وتحقيق لكل الحاجات اللي انت عايزه توصلي لها ان شاء الله. لان احنا بننوي حاجات كتير وبنحط اهداف كتير وبنعمل حاجات كتير، لكن ممكن ننسى او ممكن تفلت مننا ان اللي بيشاء ان احنا نعمل الحاجه او بيسرها علينا هو ربنا. ان احنا مش بنبقى حاطين الاستعانه والتوكل الكامل على ربنا اللي هو هيسر لك تعملي الهدف ده. علشان كده انا بقولك انك قبل ما تبداي اي خطوه في حياتك حطي نيه. ابداي اي عمل هتعمليه في يومك بالنيه الصالحه. حتى من أول ما تصحي من النوم حط نية كده إن يا رب أجرني على كل ثانية في اليوم ده بما أنت له أهل. يا رب أنا بنوي اليوم ده لوجهك الكريم. يا رب أنا بخلص كل حاجة هعملها النهاردة من أول ما أصحى لحد ما أنام ليك. يا رب وفقني لما تحب وترضى. لما تبدأي تحطي ربنا في أي عمل أنت هتعمليه أو أي خطوة تاخديها في حياتك، أنا متأكدة إن هي هتلاقيها اتيسرت لوحديها إنك تعمليها، مش إنك مجرد تكتبيها أو تخططي وتحددي وتتركن على جنب. طيب يبقى أول حاجة قلناها النية. هاتي ورقة وقلم واعتبري الورقة والقلم دي صديقتك لآخر السنة. دول اكتبي فيهم الحاجات اللي احنا هنعملها وعلقيها في أقرب مكان انت بتبصي فيه على طول، ونفذي كل حاجة احنا هنقولها، لأني والله أنا واثقة انك هتلاقي فرق ملحوظ في حياتك. اكتبي كده النية بخط عريض على أول الصفحة من فوق. أنا بنوي كل حاجة هعملها يا رب لوجهك الكريم، أجرني على كل حاجة هعملها بما أنت له أهل. واول حاجه هنعملها بعد النيه ان احنا هنبدا يومنا بصلاه الفجر. ولو انت شخص مش بتصحي، يعني انت شخص مش بتصحي لصلاه الفجر، فانا بقول لك حطيها نيه يا رب ان انا هبدا خطوه انا ما كنتش بعملها لوجهك الكريم. حطي كده اول حاجه هتعمليها اظبطي المنبه واكتبي صلاه الفجر. يبقى اول حاجه احنا هنعملها في يومنا ان احنا نظبط الجانب الروحاني بتاعنا ونظبط صلاتنا وعلاقتنا بربنا ونبدا بصلاه الفجر. وخلي ليكي دعوة خاصة بيكي كده تدعيها في وقت الفجر، لأن وقت الفجر طبعا أنا مش هقولك هو وقت عظيم قد إيه، أكيد طبعا أنت عارفة. ولو مش عارفة فضل وقت الفجر ده تقدري تبحثي وتشوفي كم الخير والبركة والرزق والتغيير اللي ممكن تحصلي عليه بسبب وقت الفجر ده بالظبط. ادعي بالتوفيق والتوكل والقوة، وادعي بكل اللي أنت عايزاه في الوقت ده بالذات. وتوكلي على الله. والتوكل مش انك تسيبي الحاجه على ربنا وتنامي، التوكل ان انا يا رب هبدا وانت معايا. يا رب انا قررت اعمل كذا وكذا 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 وانت اعني وساعدني ان انا اعمل الحاجه دي واشاء ليا. ان انا يا رب هعمل ومش هخاف، مش هحاول، مش هكسل، مش هعمل ان انا اكتب الحاجه واركنها. لا يا رب انا متوكله انك انت هتساعدني وتيسر لي الحاجه اللي انا نويت ان انا اعملها لوجهك الكريم. ومش عايزاكي تهربي من حاجه. لو انت خايفه من حاجه او اي مشكله في حياتك واجهيها وما تجريش منها وتهربي، لان الوقت مش وقت هروب، ده وقت مواجهه. كل حاجة بتأجليها واجهيها دلوقتي، صدقيني هتكتشفي ان كل اللي انت كنت شايفاه ده مجرد بس وهم، لانك مضخمة الحاجة وهي في الاخر يعني انت لو بصيتي لها هتلاقيها ان هي حاجة صغيرة مش مستاهلة كم الضغط اللي انت ضغطة نفسك بيه. ابدأي في الحاجة واحدة واحدة، مش لازم تنزلي بكل تقلك من اول يوم. يعني ان انا اول حاجة بدأتها صلاة الفجر، وطبعا الصلوات الخمسة على يكونوا على موعدهم. ان انا قررت ان انا اتعلم مثلا حتى لو درس واحد انجليزي من اللغة اللي انا عايزة اتعلمها، او ان انا قررت مثلا ان انا ابدا نظام صحي في حياتي، ان انا قررت ان انا التزم مثلا
اخد ورد ثابت من ذكر الله في يومي. فانتي اكتبي 5 حاجات عايزه تعمليهم في الجانب الروحاني، ابدأيها بالصلاه ثم الدعاء ثم ذكر الله. اعملي مثلا 100 استغفار، 100 صلاه على النبي، اعملي مثلا تاج الذكر، خلي ليكي مثلا ورد سوره البقره يوميا. المهم اعملي ليكي ورد ثابت يوميا من ذكر الله. وما ننساش أذكار الصباح والمساء، حتى لو مش هتقريهم كلهم، حتى لو هتاخدي خلاصة أذكار الصباح والمساء بس، إنك تقري آية الكرسي والمعوذتين وكم دعاء من أدعية أذكار الصباح، يبقى أنت كده عملتي الصلاة، عملتي الدعاء، عملتي الذكر، عملتي أذكار الصباح والمساء. وآخر حاجة إنك تعملي أي حاجة تخص صلة الرحم أو بر الوالدين، أي عادة بسيطة من العادات السهلة اللي تقدري تعمليها بكل بساطة في الجانب الروحاني. وانا بقولك مش لازم تعملي حاجات ضخمة، اعملي من الحاجة اقل حاجة، علشان قليل دائم افضل واحسن بكتير من كثير منقطع. مش تقولي تمام انا اتحمست انا هبدأ النهاردة ومفيش 3 ايام ترجعي لنفس اللي كنت فيه. المهم الاستمرارية مش بالكمية، الاستمرارية الخطوات الصغيرة اللي بنعملها يوميا، على اخر الاسبوع على اخر الشهر بنلاقي ان احنا عملنا مثلا لو كل يوم طوبة 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 بنينا الحيطة على اخر الشهر. فاهمة الفكرة فين؟ الاستمرارية هي اللي بتعمل المعجزات فعلا في حياتك. وعايزة أقولك ما تنسيش إنك أنت تاخدي صفحة واحدة بس من القرآن الكريم، لأن كمية بركة، كمية خير، كمية رزق بتنصب على قارئ القرآن لا تحصى ولا تعد. فخدي من الخير ده واقري، حتى لو صفحة، مش هقولك جزء ولا حزب، اقري صفحة واحدة بس في اليوم وشوف الخير والرزق اللي هينزل عليك من رب العالمين. طيب احنا كده عملنا دورنا في الجانب الروحاني وخلصنا كل حاجة فيه، نخش بقى على الجانب التطويري. عايزاكي تشوفي جزء سوري كورس معلش، شوفي كورس من حاجه انت عايزه تتعلميها وخدي كل يوم درس واحد بس. طبعا انت لو مرتبطه بكورس خارجي تمام مفيش مشكله، لكن لو مش عايزه تتعلمي حاجه بعينها، كل المنصات مليانه، اليوتيوب مليان. شوفي حاجه عايزه تتعلميها وحدديها، مش تقولي النهارده هاخد كورس، لا حددي الكورس، حددي مثلا هو 20 درس، انا هقسم ال 20 درس على مدار الشهرين دول مثلا بمعدل يوم ويوم. شوفي انت هتعملي ايه، حددي كورس واحد وخدوا كل يوم درس واحد بس، درس واحد او محاضره واحده بس، وطبقيها ونفذي واشتغلي مع الكورس. مع نهايه الكورس هتلاقي نفسك خدتي يعني خدتي خطوه كبيره في حياتك، هتلاقي نفسك انك انجزتي بالمعنى الحرفي. تمام. طيب الحاجه التانية انك انت ما تنسيش القراءه، لازم تقراي، لازم تخلي دماغك شغاله، لازم تدخلي افكار جديده، لازم تدخلي معلومات جديده لدماغك، علشان حياتك بتبدا تتبرمج على افكارك دي ومعتقداتك، وبتبدا تلاقي فرص مختلفه في الحياه. فاحنا بناخد تجربه الشخص اللي كاتب الكتاب ده او اللي كاتب الحاجات اللي احنا هنقراها دي. فاختاري كتاب انت عايزه تبداي تقراي فيه وخدي منه مثلا 10 دقائق بس، حدديها وقت مش حدديها صفحات، خدي 10 دقائق بس قراءه يوميا، وحاولي انك تنقي حاجه خفيفه كده جميله، مش حاجه تقيله ولا دسمه في القراءه والفهم، علشان تستمر عليها بقيه الايام. يبقى هنقول درس او محاضره من الكورس، هنقول 10 دقائق من القراءه. وطبعا ما ننساش نفسنا ان احنا نعمل اي حاجه تخص الاهتمام الشخصي بتاعنا، انك انت مثلا ممكن النهارده تعملي ماسك لبشرتك، انك تعملي بديكير لرجلك، انك تعملي سكراب لجسمك، حاجه واحده فقط حتى لو صغيره، انك تقومي من النوم تغسلي اسنانك، تسرحي شعرك، تحطي برفان خفيف. فاهمه؟ روتين صغير جدا للاهتمام بنفسك. لازم نفسك تكون ليها كده جزء صغير في يومك، ده اساسي، مش انها تبقى واخده اليوم كله ولا انها ما تبقاش واخده اي حاجه من اليوم. فاهماني؟ يبقى شوفي اي روتين صغير وابدأي اعمليه لنفسك خلال اليوم. الحاجه التانية ما ننساش المشاركه المنزليه، ان احنا نشارك. لو انت ست بيت ما تنسيش انك انت تنظمي يومك في انك تحطي الاولويه في التنظيفات، وتحطي انك انت النهارده هعمل 1 2 3 بس تنظيف، بكره هكمل، وهكذا. تحطي روتين صغير لتنظيف البيت علشان الوقت ما يتسرقش منك في اليوم. ولو انت لسه بنوته شوفي والدتك محتاجه ايه وابداي اعملي معاها اي حاجه حتى لو صغيره، واخديها بنية النظافة من الإيمان، بر الوالدين، إماطة الأذى عن الطريق، يعني حطي النية الطيبة للعمل اللي انت هتعمليه. شوفي بقى صحتك محتاجه ايه، شوفي الجانب الصحي محتاج ايه، هل محتاج منك انك انت تخففي الاكل بتاعك، هل محتاج انك تشربي ميه كتير، هل محتاج انك تعملي شويه رياضه حتى لو هتتمشي بس في الشقه، هل محتاج منك تاخدي فيتامينات وعلاج. شوفي جسمك محتاج ايه وحطي حاجتين بس فقط من اللي في الجانب الصحي، حتى لو انك هتشربي ميه وتعملي رياضه، او انك تشربي ميه وتاخدي فيتاميناتك. شوفي الجانب الصحي عندك محتاج ايه وحطي حاجتين في الجانب الصحي، ما تكتريش علشان تستمري. وعلى نهاية اليوم أنا بقولك خصصي كده دفتر صغير وخليه دفتر الامتنان. لازم تشكري ربنا، لازم ولا بد إنك تشكري ربنا. شوفي أكتر 5 أو 10 نعم
في حياتك اكتبيهم كل يوم، اكتبي 10 نعم مختلفين في حياتك. هتلاقي انك غنيه جدا، هتلاقي انك عندك حاجات كتيره جدا انت مش شايفاها، لان الشيطان مخليكي مركزه على النقص، مخليكي مركزه على الحاجه اللي مش عندك، على الشعور اللي مش عارفه توصلي له. شوفي عندنا حاجات كتير، عندنا في صحتنا، في بيتنا، في اللي حوالينا، في اسرتنا، في اصحابنا، في مدرستنا، في يعني عندنا لما هتكتبي كميه النعم اللي عندك في حياتك هتحسي انك غنيه جدا. تحسي مش غنيه ماديا، انت طبعا اكيد غنيه ماديا بفضل كرم ربنا حتى لو بالقليل، بس هتحسي انك انت عندك نعم لا تحصى ولا تعد. اكتبي كل يوم 10 نعم. اكتبي كل يوم مثلا انا النهارده حاجات كده حصلت معاكي جميله، لاني هتخلي عقلك قبل ما تنامي مركز على التفاصيل الجميله اللي حصلت معاكي النهارده. النهارده بفضل الله انجزت ان انا سمعت الكورس وذكرت الله اكتبي الحاجات اللي خلتك مبسوطه النهارده علشان تنامي عليها، تنامي على عقل فرحان ومبسوط، علشان ينتج لك ايجابيه واستمراريه وتحفيز في اليوم اللي بعده. وخدي بالك انا كمان داخله التحدي ده معاكي، لان كلنا مش 100% حياتنا مثاليه، لازم يبقى في تقصير، لازم يكون في خلل في الحته الفلانيه، ولكن احنا جايين بنعافر، احنا بنجاهد علشان نحسن حياتنا، وعشان نقوي علاقتنا مع ربنا، وعلشان نخلي بيوتنا كويسه وسعيده. فانا معاكي في التحدي ده، انا مش بكلمك من فوق، انا زيك بالظبط، وهبدا معاكي من دلوقتي، وان شاء الله هنخلي الشهرين اللي جايين دول يكونوا نقطه تحول في حياتنا. وخلي بالك الايام مش هتستناكي، خدي انت من الايام اللي انت محتاجاه، وارجوكي خدي خطوه، لاني والله العمر بيعدي. ما تنسيش بقى تشتركي في القناه وتحطي لايك علشان كل الخير ده يوصل لغيرك، وكمان الدل على الخير كفاعله. يلا.